اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن محظورات الإحرام. هكلمكم دلوقتي في الفيديو عن لو حد ارتكب محظور من محظورات الإحرام، مثلا زي راجل ملبس ملابس الإحرام، أو لبس حاجة فيها مخيط، أو غطى راسه، أو سيدة لبست النقاب أو القفازين، أو حد مثلا قص ضوافره أو حلق شعره. ايه الفدية اللي عليه؟ الفدية اللي عليه اسمها فدية الأذى. فدية الأذى هي إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع يعني كيلو ونص، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة وتوزع على فقراء الحرم، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب لو حد فعل محظور من محظورات الإحرام وهو ناسي، أو هو جاهل بالحكم، أو مكره، فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب لو حد ارتكب محظور من محظورات الإحرام وهو عارف الحكم، ولكن لحاجة، يعني مثلا قص شعره علشان عنده مرض في راسه، هقول له إن عليه فدية الأذى اللي لسه قايلها من شوية، وليس عليه اسم. طيب لو حد تاني عمل محظور من محظورات الإحرام وهو متعمد بدون حاجة، فعليه اسم وتلزمه التوبة وتلزمه الفدية. طيب هكلمكم عن أمور يباح للمحرم فعلها، في ناس كتير فاكراها من محظورات الإحرام. هقول إن لبس النعلين زي الصندل، ولو كان في خياطة فده جائز للمحرم، بس يكون مفتوح من قدام، ويكون تحت الكعبين الأبزين بتاعه لو في أبزين من ورا، والكعبين هي العظمتين الناتئتين أسفل الساق. تمام. طيب ربط الإحرام بخيط عادي جدا، لأن المخيط المقصود بيه مش اللي داخله خيط، المقصود بيه اللي هو المفصل على قدر العضو. فلو أنا خيطت ملابس الإحرام، الإزار أو الرداء، علشان ما يقعش او تبان العورة، فما فيهاش اي مشكلة. لبس الساعة جائز، النضارة جائز، الخاتم جائز، سماعة الاذن جائز. غسل ملابس الاحرام لو اتسخت وتبديلها بمثلها اذا احتاج الى ذلك ده جائز. والاغتسال بالماء وغسل الرأس والبدن، كل ذلك جائز وليس فيه اي محظور من محظورات الاحرام.